اللي في الصورة ده مجاهد حراس اللي كان شغال حارس أمن في منطقة سكنية راقية في القاهرة الجديدة، وفجأة اكتشف جثة واحدة ست مقتولة بطريقة غريبة واتهموه في جريمة القتل، رغم إن هو اللي كان مبلغ عن الجريمة في الأساس. والخبر اتنشر في جريدة مصرية شهيرة سنة 2009. بتبدأ القصة في منطقة القاهرة الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة سنة 2009 مع بلاغ وصل لاسم الشرطة عن وجود جثة سيدة في فيلا فخمة، وكان صاحب البلاغ هو حارس أمن الكومباوند السكني اللي كان اسمه مجاهد حراس، واللي حسب اللي قاله في المكالمة إنه كان بيعمل جولته المعتادة يوم الجمعة الفجر. والغريب إنه لاحظ إن باب الفيلا بتاعت الست نجلاء مفتوح ولمبة المدخل بتاعت الفيلا مكسورة، ولما قرر يدخل يتأكد إن مفيش حاجة غلط لقى الضحية مرمية على الأرض في وسط الصالة ودمها مغرق البيت كله، وفورا قرر يطلب النجدة في أسرع وقت عشان يقدر يخلي مسؤوليته من الموضوع، وكمان عشان يراعي ذمته في الناس اللي مسؤولة عن أرواحهم. وطبعا الكل اتحرك على مكان فيلا الست نجلاء، وأول لما وصلوا اتفاجئوا بإن مجاهد بلغ صاحب الكومباوند واللي اصلا كان عايش في فيلا جنب فيلا الست نجلاء، واول ما عرف الخبر خد عربيته واتحرك فورا ووصل للفيلا من قبل ما الشرطه ما توصل، وطلب من كل افراد الامن اللي في الكومباوند انهم يجمعوا قدام الفيلا. واول ما وصل رجال الشرطه استقبلهم بنفسه وفضل يقول لهم ان دي اول مره تحصل وانه كان مهتم بحراسه الكومباوند، واكيد التقصير مش من عنده، لكنهم وقتها طمنوه انه ملوش دعوه بالموضوع كله اصلا، لكنهم طلبوا منه يروح يحضر لهم سجلات الكاميرات بتاعت الكومباوند. فاتحرك وقتها فورا ودخلوا هم بعدها للفيلا واتفاجئوا بجثة الست نجلاء على الأرض والدم مغرق المكان كله. فبدأوا وقتها شغلهم، ولفت نظرهم إن خزنة الفيلا الرئيسية واللي كانت موجودة في مكتب جوه الفيلا كانت مفتوحة وفاضية تماما وما فيهاش ولا ورقة ولا جنيه. وفي وسط ما هم واقفين اتفاجئوا بست لسه داخلة الفيلا، وأول ما شافت نجلاء صرخت، لكنهم قدروا إنهم يهدوها وعرفوا منها إن اسمها ناهد وإنها بتشتغل في الفيلا دي بقالها 4 شهور. لكن النهارده الصبح جات لها مكالمة من جوزها واللي عرفها ان ابنهم تعبان جدا وسخن، فاستأذنت وقتها الست نجلاء وراحت عشان تطمن على ابنها. وبعد ما ودت ابنها كشف واطمنت عليه انه بقى كويس رجعت الفيلا لانها عارفه ومتاكده ان اكيد الست نجلاء هتحتاجها، ده غير كمان انها ممكن تنسى ميعاد الدواء بتاعها ولو حصل تبقى مصيبه. وعلى الرغم من ان مفيش حد كان مصدق الحكايه اللي هي حكيتها، لكنهم سالوها عن الخزنه الفاضيه اللي لقوها، فقالت ناهد ان دي الخزنه اللي كانت الست نجلاء بتحط فيها مجوهراتها وفلوسها، ففهموا وقتها انها اكيد هتطلع جريمه سرقه مش اكتر. وطبعا كل الشبهات اتجهت لمجاهد الحارس وناهد الشغاله، بس مجاهد اكتر خصوصا لان هو اللي كان موجود قريب من مكان الجريمه، وهو الوحيد اللي كان عنده تصريح يدخل يمشي في الكومباوند في الوقت ده. فقرروا وقتها ياخدوا مجاهد وناهد على مركز الشرطة عشان يقدروا يحققوا معاهم ويقولوا اللي هم قالوه ده في محضر رسمي، وحولوا الجثة للطب الشرعي. ولما سألوا صاحب الكومباوند على تسجيلات الكاميرات فضل يعتذر لهم ويقول لهم إن الكاميرات عطلانة بقالها أكتر من شهرين، وإنه تواصل مع شركة الصيانة أكتر من مرة لكن محدش منهم اهتم. فقرروا وقتها ياخدوا صاحب الكومباوند هو كمان للتحقيق. وبعد ما وصلوا على مركز الشرطة بحوالي ساعة كان تقرير الطب الشرعي جاهز، واللي أثبت إن الست نجلاء ماتت نتيجة طعنها بسلاح أبيض، وإن وقت الوفاة كان ما بين الساعة 12 بالليل للساعة 1. وفي نفس الوقت ده عملوا تحرياتهم عن نجلاء وقدروا يعرفوا عنها مجرد حاجات بسيطة عن حياتها، زي إنها كانت واحدة من أهم سيدات المجتمع، وإنها أرملة رجل الأعمال المعروف سمير الغريب اللي كان من أشهر تجار العقارات في مصر لكنه مات من 4 سنين. وكانت الست نجلاء بتعيش في الفيلا اللي ماتت فيها لوحدها، خصوصا لانها قررت ما تخالفش مره تانية من سمير الغريب بعد ما ابنها الوحيد اختفى بطريقه غامضه من 20 سنه لما كان عنده 10 سنين بس، والكل افتكر انه غرق في البحر وهو صغير اثناء رحله عائليه، لكن جثته ما اتلقتش لحد النهارده. وكانت الست نجلاء مشهوره بثروتها الكبيره اللي ورثتها عن والدها وعن جوزها بعد ما مات، وانها دايما عايشه حياه منعزله ما بتكلمش حد ولا بتندمج مع سكان الكومباوند، وكل معاملاتها بتتم عن طريق ناهد اللي بتشتغل في الفيلا. وبعد ما خلصوا تحرياتهم عن نجلاء قرر رئيس المباحث يحقق مع مجاهد الحارس، واللي قالوا انه ما كانش يعرف حاجه عن حياه الست نجلاء الخاصه خالص، وكل اللي يعرفه انها ست كبيره في السن وعايشه لوحدها وما كانش بيشوفها غير مره في الشهر وقت ما بتقرر تخرج وتروح للنادي ولا حاجه. لكن يوم الحادثه كان ملاحظ حاجه غريبه بتحصل، فطلبوا منه يوضح لهم هو لاحظ ايه بالظبط. فشهد مجاهد ان في عربيه غريبه كانت واقفه قدام الفيلا الساعه 11 بالليل، ولما رجع تاني في جولته بعد ساعتين ما لقاهاش، وان العربيه دي كان قاعد فيها شاب اسمراني مكان السواق، وبعدها ما شافوش تاني
وما يعرفش مين بالظبط من زمايله اللي سمح لصاحب العربيه يدخل الكومباوند، لكن ما كانش فيه اي دليل على كلام مجاهد، وحس وقتها من طريقه كلامه انه بيحاول يلبس الجريمه لاي حد غيره، لان اصلا كان في 2 قاعدين على البوابه وقت وقوع الجريمه، واكيد ما سمحوش لصاحب العربيه انه يدخل غير لما اتاكدوا من صاحبه الفيلا انها عارفه انه جاي وانها في انتظاره، لان ده كان بيحصل كل ما يجي حد غريب على الكومباوند. وبسبب كلام مجاهد اللي كان كله عباره عن انه بيحاول يرمي التهم على حد، ابتدوا وقتها يشكوا فيه هو شخصيا، لان الجريمه كلها عباره عن جريمه سرقه في الاساس. وبالنسبه للتحريات اللي عملوها عن مجاهد، فهو كان اكتر واحد محتاج للفلوس، خصوصا لانه كان شاب جاي من الصعيد مخصوص عشان يلاقي فرصه شغل كويسه في القاهره، وده طبعا بسبب مرض والدته واللي كان بيشتغل بايده واسنانه عشان يعالجها، وما كانش بيكتفي بشغله في الكومباوند، وكان بيشتغل كمان في مطعم، وكان بيكتفي ب4 ساعات بس نوم في اليوم عشان يقدر يوفر احتياجاته وفلوس الدواء بتاع امه. وبكده يكونوا لقوا الدافع اللي يخلي مجاهد متهم في الجريمه. ده غير كمان انهم كانوا شاكين ان ناهد ساعدته في الجريمه، وان موضوع مرض ابنها ده كان مجرد موضوع من تأليفها عشان يبقى في حجه لغيابها عن الفيلا في الوقت اللي الست نجلاء ماتت فيه، واللي كان مأكد لهم شكوكهم ان الخزنه كانت مفتوحه وفاضيه، ورغم كده ما كانش فيه اي اثار كسر او عنف في باب الخزنه، يعني اللي فتحها كان عارف الرقم السري بتاعها، واحتمال كبير تكون ناهد عارفه الرقم السري زي ما كانت عارفه ان الست نجلاء بتخبي فلوسها في الخزنه. لكنهم لما حققوا مع ناهد قدرت تثبت ان ابنها كان فعلا في المستشفى وانها ما كدبتش عليهم، ووريتهم وقتها روشيتا اللي كتبها لها الدكتور واللي كان مكتوب فيها التاريخ بتاع اليوم واسم ابنها. لكنهم ما اكتفوش بموضوع الروشيتا، وراحوا بنفسهم للمكان اللي ابنها كشف فيه، وسألوا الدكتور اللي هناك لو كان شاف الست دي ليلة امبارح. فأكد الدكتور وقتها ده، وقال انها كانت جايبه ابنها وكانت درجه حرارته 40، وخرجت ناهد منها. لكن ده ما يمنعش انها ممكن تكون قالت الرقم السري بتاع الخزنه لمجاهد قبل ما تروح لابنها عشان يقدر هو يسرق بكل سهوله، خصوصا لانهم كانوا متاكدين ان اكيد اللي عمل كده في الست نجلاء كان عارف ان الكاميرات الخاصه بالكومباوند بايظه، والا ما كانتش هتجيله الجرأه انه يدخل يقتحم فيلا ويسرق الخزنه ويقتل صاحبتها. وفضلوا وقتها يضغطوا على ناهد عشان تعترف ان هي اللي ساعدت مجاهد في خطته، واديته الرقم السري بتاع الخزنه، واتفقوا يقسموا الفلوس والمجوهرات سوا. لكن ناهد فضلت تنكر وقالت ان الست نجلاء ما كانتش بتآمن لصوابع ايديها عشان تآمن لواحده شغاله عندها بقالها 4 شهور بس، لكنها كانت عارفه ان الفلوس والمجوهرات في الخزنه، لان الست نجلاء فتحت الخزنه كذا مره قدام عينيها، لكنها ولا مره قالت لها الرقم السري، وانهم لو مش مصدقينها يقدروا يسالوا اي حد من معارفها، وساعتها بس هيتاكدوا ان الست نجلاء بعد ما بتسلم على حد بتعد صوابعها وراه من كتر ما هي ما كانتش بتامن لحد ابدا. فقرروا وقتها يعملوا محاوله اخيره واللي كانت هتاكد لهم اذا كان في حد من المتهمين هم فعلا اللي ارتكبوا الجريمه، وراحوا ساعتها فتشوا الاوضه اللي كان مجاهد دايما يبات فيها، لكنهم ما لقوش فيها حاجه. ولما حققوا مع باقي افراد الامن قالوا ان مجاهد ما خرجش من البوابه من ساعه ما وصل الساعه 8 بالليل، يعني لو هو اللي سرق فاكيد الفلوس ما خرجتش بره الكومباوند. وعلى الرغم من كده لكنهم برضو قرروا يفتشوا شقه ناهد، بس برضو ما كانش فيها اي حاجه من اللي اتسرقت ولا حتى مبلغ مالي كبير. فحققوا بعدها مع المحامي الخاص بالست نجلاء، لانهم ابتدوا انهم يشكوا ان ممكن يكون القصد من الجريمه كلها قتل الست نجلاء، لكن الجاني سرق الخزنه لانه كان بيحاول يداري موضوع الجريمه ويركزوا في مين اللي سرق زي ما عملوا في الاول. ولما حققوا مع المحامي الخاص بيها سالوه لو كان في حد ليه مصلحه في قتل الست نجلاء، لكن المحامي انكر ان الست نجلاء دي في حد يعرفها اساسا، وانها كانت كاتبه وصيه انها لما تموت كل املاكها تتوزع على اي دار للايتام، لان كان عندها اقتناع ان ابنها اللي اختفى وعنده 10 سنين اكيد في حد لقاه ووداه لدار الايتام، وعشان كده هي كل اعمالها الخيريه وكل الفلوس اللي كانت بتتبرع بيها كانت دايما بتروح لدار ايتام عشان لو ابنها في واحد منهم يقدر يعيش فيه مرتاح. فطلبوا وقتها من المحامي بتاع الست نجلاء يشرح لهم ايه موضوع ابنها ده بالظبط. فابتدى المحامي وقتها يحكي وقال ان من حوالي 20 سنه كانت الست نجلاء مسافره مع جوزها سمير، وكان معاهم ابنهم الوحيد، وكانت السفريه ماشيه بشكل طبيعي لحد ما في يوم كانوا قاعدين على البحر والولد كان قاعد قدامهم على الرمل بيلعب، لكن فجاه راح سمير لنجلاء وقال لها انهم لازم يرجعوا للقاهره فورا. وفضلت نجلاء ساعتها تساله عن السبب بالحاح، لكن سمير كان رافض يقول لها، وفضل يتخانق معاها عشان تقوم فورا عشان يرجعوا للفندق ويحضروا الشنط. بس نجلاء قررت وقتها ما تسكتلوش واتخانقت معاه بحجه انها مش شغاله عنده، وقت ما يقول لها ينزلوا اجازه ينزلوا، واول ما يقول لها يرجعوا.
ووقفت نجلاء وقتها وهي مصدومة وفضلت تزعق وتشتم في سمير وسايبها وماشي. وأول ما جت تلف وشها عشان تاخد ابنها اتفاجئت إنه مش موجود، ففضلت تصرخ زي المجنونة وقعدت تسأل الناس عنه. وأول ما سمير سمع صوتها جري عليها فورا وسألها على اللي حصل، فقالت له إن ابنهم اختفى. ففضل سمير يدور عليه زي المجنون، وكل الناس اللي كانوا قاعدين في الشط اتلموا عليه وفضلوا يدوروا معاه على الولد، لكن كل ده كان من غير أي فايدة. فشكوا وقتها إنه ممكن يكون نزل البحر من غير ما حد ياخد باله منه، خصوصا لأن الكل كان مركز في الخناقة. فنزلوا وقتها الناس للبحر وفضلوا يدوروا عليه، لكن من غير أي فايدة، لحد ما بلغ سمير الشرطة وكانوا شاكين إن الولد اتخطف. وفضلوا يحققوا وقتها مع سمير ويسألوه لو كان ليه أي أعداء، لكن سمير أنكر ده تماما. ولما حققوا مع نجلاء وعرفوا سبب الخناقة اللي بينهم، رجعوا حققوا مرة تانية مع سمير وسألوه عن السبب اللي خلاه يتخانق مع مراته عشان يرجعوا مرة واحدة. فاضطر سمير وقتها يقول الحقيقة، وحكى ساعتها إنه على علاقة بالسكرتيرة الخاصة بشغله، والكلام ده بقاله أكتر من 8 شهور. فاتفاجئ إنها بعتله جواب بتعرفه فيه إن كاتب كتابها كمان أسبوع، ومش على أي حد، ده كاتب كتابها على مدحت أخوه، واللي ما كانش يعرف بعلاقتهم سوا لأنه كان مخبي على الناس كلها عشان خايف نجلاء تعرف. ده غير كمان إن أخوه مش شقيق وعمره ما كانوا قريبين من بعض، وعشان كده عرض الجواز على السكرتيرة بتاعته لأنه ما كانش يعرف أي حاجة. وطبعا هي وافقت لأنها مش هتلاقي فرصة أحسن من كده عشان تضايقوا بيها، خصوصا إنها طلبت منه أكتر من مرة يتجوزها، لكنه في كل مرة كان بيتهرب منها بحجة شكل. وعشان كده كان عايز ينزل القاهرة في أسرع وقت عشان يلحق المصيبة قبل ما تكبر ويحذر أخوه من الجوازة اللي هو داخل عليها، على الرغم من إنه عمره ما عمل له حساب. وحتى لما قرر يتجوز ما فكرش حتى انه يعزمه ولا يبلغه بالموضوع، لكنه كان مقرر انه يبقى كويس معاه لحد اخر لحظه. بس للاسف بقى ما لحقش بسبب موضوع اختفاء ابنه. وفضلت التحريات والتحقيقات وقتها شغاله، لكن من غير اي فايده حقيقيه، لانهم ما قدروش انهم يوصلوا للولد ولا لسبب اختفائه. وفضل سمير يقنع نفسه ان اكيد الولد نزل الميه وغرق، لانه قبل ما يبدا الخناقه مع نجلاء الولد طلب منه ياخده وينزله البحر، بس كان مشغول بقرايه الجواب. ومن بعد اختفاء الولد اتغيرت شخصية سمير 180 درجة، وما اهتمش لجواز أخوه من السكرتيرة اللي كان على علاقة بيها لمدة 8 شهور، وما كانش مهتم بأي حاجة في حياته غير إنه يرجع لنجلاء، واللي طبعا ما كانتش موافقة لأنها عرفت الكلام اللي قاله أثناء التحقيق معاه، وإنه ضحك عليها وكان على علاقة بواحدة تانية لمدة 8 شهور من ورا ظهرها. ده غير كمان إنها كانت شايفاه السبب في ضياع ابنهم. ففضل سمير يحاول يرجع لها بأي طريقة ويزن على ودانها سنين لحد ما قررت نجلاء توافق، لكنها شرطت عليه ما تخلفش منه مرة تانية لأنه شخص مش مسؤول. ووافق سمير وفضلوا بعدها عايشين لسنين سوا، وسمير مقتنع إن ابنه مات غرقان وإن الحظ ما حالفهمش عشان يقدروا إنهم يلاقوا جثته، ونجلاء مقتنعة إن ابنها عايش لكن هما اللي مقصرين في التدوير عليه. لحد ما عدت السنين ومات سمير، واكتشفت نجلاء إنه كاتب كل أملاكه باسمها عشان يعوضها عن ابنها اللي ضاع بسبب تفكيره في نزواته. وفضلت نجلاء من بعده عايشة لوحدها، لكنها كانت بتخاف على فلوسها جدا، ومستحيل تكون قالت الرقم السري للخزنة لحد، حتى لو الحد ده كانت الشغالة اللي قاعدة معاها ليل ونهار. لأن نجلاء من ساعة حادثة ابنها وهي بطلت تثق في الناس كلها، ودايما كانت شاكة إن كلهم متورطين في اختفاء ابنها. لكن على الرغم من كل ده كان دايما فيها حتة حنينة، لكنها ما كانتش بتظهر غير في وقت واحد بس، وهي لما بتروح أي دار أيتام وتطلع صورة ابنها وهو صغير وتسألهم لو كانوا شافوه قبل كده، وأول ما يتأسفوا لها ويقولوا لها إن لأ، تقعد تعيط زي العيال الصغيرين. وبعد شهادة المحامي قدروا إنهم يتأكدوا من كلام ناهد، وإنها فعلا ما كانتش تعرف الرقم السري للخزنة، وده طبعا بسبب عقدة الثقة اللي كانت عند نجلاء، وما كانوش قادرين يعرفوا وقتها ما دام مش مجاهد ولا ناهد هما اللي قتلوا نجلاء، فمين ممكن يكون قتلها. وفضلوا وقتها في الحيرة دي وما كانش في أي دليل بيظهر. وحتى لما مسحوا البصمات اللي كانت على الخزنة واللي كانت على السكينة اللي الست نجلاء ماتت بيها، ما كانش في أي فايدة، لأن ما كانش في أي بصمات غير بصمات الست نجلاء وناهد في البيت كله. وفضل الموضوع وقتها يتعقد أكتر، وما كانش في أي حد عارف يوصل للقاتل، لحد ما في يوم جات لهم مكالمة من مجاهد واللي بلغهم بإن الشاب اللي كان سايق العربية اللي شافها واقفة قدام الفيلا بتاعت الست نجلاء ليلة الحادثة، جه عند البوابة بتاعت الكومباوند من شوية، لكنه المرة دي كان لابس لبس دليفري في مطعم مشويات. وسأل وقتها زميله عن إن لو أستاذ محمود اللي ساكن في فيلا 27 موجود، لكن زميله عرفه إنه غلط في العنوان وإنه كان المفروض يروح الناحية التانية. وعلى الرغم من كده لكن الشاب فضل واقف معاه وعمل نفسه كأنه متلخبط فعلا، وفضل يكلمه عن إنه سمع إن في حادثة حصلت عندهم في الكومباوند، وسأله كمان الموضوع رسي على إيه بالظبط،
وهل قدروا انهم يلاقوا القاتل ولا لا. لكن زميله قال له انه ما يعرفش حاجه عن الموضوع وطلب منه يروح يشوف شغله. فخدوا وقتها من مجاهد اسم المطعم وقرروا لأول مرة يمشوا ورا كلامه، وراحوا سألوا لو في حد شغال عندهم بنفس مواصفات الشاب اللي مجاهد وصفها لهم. لكن أنكر صاحب المحل إنه مشغل واحد عنده بنفس المواصفات. ففهموا وقتها إن في حاجة غلط بتحصل وإن مجاهد كان عنده حق من الأول. فخدوا وقتها كل اللي شغالين في المطعم واللي كانوا لابسين نفس الزي اللي المجرم ظهر بيه في الكومباوند، وحققوا معاهم عشان يقدروا يكتشفوا مين فيهم بالظبط اللي اداله اللبس ده عشان يتنكر بيه ويروح يسأل عن آخر تطورات الجريمة. لكن كلهم أنكروا إنهم يعرفوا حد بالمواصفات دي أصلا، وكانوا ابتدوا يشكوا وقتها إن ممكن يكون المجرم عمل الزي ده مخصوص عشان يقدر يروح يسأل ومحدش يشك في هويته. وحاولوا وقتها يوصلوا له بأي طريقة لحد ما اكتشفوا إن في كاميرا من كاميرات المراقبة الخاصة بالكومباوند واللي جنب الكومباوند اللي حصل فيه الحادثة كان ظاهر فيها الشاب اللي هم بيدوروا عليه بوضوح. فقدروا وقتها يعملوا تحرياتهم عنه وعرفوا إن اسمه أسامة عبد الحميد، 19 سنة، اتمسك كذا مرة في محاولة سرقة واتحبس قبل كده 2 على الرغم من سنه الصغير. وقدروا وقتها يقبضوا عليه وحققوا معاه وعرفوا ان مجاهد شافه وراكب عربيه واقف قدام الفيلا اللي حصل فيها الحادثه. فاضطر اسامه وقتها انه يعترف وقال انه ما كانش قاصد يقتلها وانه كان داخل يسرقها مش اكتر، وما كانش يعرف ان الامور هتوصل لكده. والموضوع كله بدأ لما خالته ناهد اتكلمت عن موضوع الست اللي بتشتغل عندها وانها اعتبرتها زي بنتها بالظبط، لدرجه انها قالت لها على الرقم السري للخزنه بتاعت فلوسها. واتفقوا سوا انها تعمل كأن ابنها تعب وتمشي وتسيب الفيلا والكومباوند باللي فيه. وراحت بعدها قالت للحارس بتاع امن الكومباوند ان في ضيف جاي للست نجلاء عشان يسيبوه يدخل. وراحت هي للبيت وشربت ابنها حاجه ترفع درجه حرارته وراحت بيه على المستشفى عشان تخرج نفسها من التهمه. وفي نفس الوقت اللي ناهد قالت له ان الست نجلاء بتبقى نايمه فيه كان هو لابس لبس نظيف ودخل الكومباوند بعربيه فخمه، وكان عارف ان كده كده الكاميرات عطلانه. ودخل بعدها للفيلا لان ناهد كانت سايبه له الباب موارب، ولبس جوانتي في ايده وراح على الخزنه وفتحها بكل سهوله وخد كل اللي فيها. وهو خارج من المكتب اتفاجئ بالست نجلاء في وشه، فطلع مطوه من جيبه وحطها في قلبها وطلع يجري من الفيلا وركب العربيه فورا وخرج من الكومباوند. واتحكم وقتها على اسامه بالسجن المؤبد وعلى ناهد ب15 سنه سجن.